السفر ديالنا كان غيبدا من مدينة الناظور إلى العاصمة المغربية الرباط، وبالضبط في صومعة حسان. دابا شوية إن شاء الله غادي نمشيو لصومعة حسان، واللي كتعتبر من المباني التاريخية اللي متميزة بالعاصمة المغربية الرباط. صومعة حسان اللي تم التأسيس ديالها بناء على أمر يعقوب المنصور سنة 593 هجرية، وأضافت منظمة اليونسكو للتراث العالمي هذا الموقع لقائمة أولية في 1 يوليو 1995 في فئة الثقافة. كيف كتشوفوا دابا حنا حاليا في صومعة حسان، وقلنا إن شاء الله نبينوا لكم أماكن هنا جميلة. كيف شفتوا صومعة حسان صراحة واحد كما كيقال لي واحد قال صومعة حسان نصفها ذهب. شكون اللي غيقول لي هذا المعنى ديالها زعما صومعة حسان نصفها ذهب؟ بلا ما نجاوبها قولوا لي في كومونتير شنو هي يعني المقصود ديالها صومعة حسان نصفها ذهب. اللي عرفها يقولها لي في الكومونتير. دابا ان شاء الله نمشيو عند الضريح نشوف ان شاء الله. رائع بزاف تبارك الله. مع اليوم عطلة أطفال ابتدائي كيكون عندهم رحلات كيف تشوفوا ممتعة بزاف هنايا، واحد المناظر جميلة أكثر في ديك البلاصة ديال هي صومعة حسان نصفها ذهب، راه بصح نصفها ذهب. خلينا ندخلوا في صومعة حسان لداخل. واحد المنظر جميل من هنايا اللي غادي نوريه لكم في هاد البلاصة، يعني كيفاش كتبان لكم من هاد البلاصة. ودابا جينا عند هاد الشلالات اللي كيكونوا هنايا. للاسف النهار ما عرفتش علاش ما خدامينش، كيكون واحد الديكور واعر بزاف. دابا شنو نقول لكم اخوتي، كيف شفتوا صومعة حسان من برا كيف دايره، كذلك من الداخل الحمد لله. نبقى نقول لكم نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناه باش تكون عندنا واحد الشجاعه اكثر ان شاء الله. نبقى نقول لكم كنبغيكم بزاف، تهلاو في راسكم، باي.